هذا المخطط تغذيه وتدعمه وتموله الإمارات. شتو علاش قلت لكم أنا يا ناس ماناش فارغين شغل باش ندخلوا في صراع مع الإمارات، لأنه إذا كانوا حاشمين منا بكري، إذا كانوا حاشمين منا أنهم يذبحونا منا، حاشمين موصين واحد يقول له روح اجرحهم وروح قلقهم وكذا، حاشمين شغل عيب. الآن خلاص خرجوا لنا العيب. انتم حبيتوا تلعبوها في الجزائر وكذا وتشوكروا وتهضروا، ما لا تزوا معاه. التحرك الدبلوماسي لوزير الدولة الإماراتي خلال هذا الشهر في إفريقيا، أقل من شهر، يساوي التحرك الدبلوماسي الجزائري طوال عام في إفريقيا. وزير الدولة الإماراتي اللي قام بزيارات إلى إفريقيا، كينيا، تشاد، يسموها كونغو، كثير من الدول الأوروبية، الدول الإفريقية، هو نشاط وزارة الخارجية الجزائرية طوال عام. من اللي جاء أحمد عطاف، النشاط نتاعو في إفريقيا في عام يساوي نشاط وزير الإمارات في شهر، وهو تحرك غير يعني مسبوق. الإمارات ما عندها حتى مصالح في إفريقيا، وخاصة دول إفريقيا الوسطى. لو كان قال جنوب إفريقيا ممكن، بصح إفريقيا الوسطى والقرن الإفريقي وهذه المناطق يعني عندها علاقة بالساحل والسودان، عندها علاقة بالسودان، تشاد والمنطقة إلى غاية نهر السنغال وموريتانيا. إذن الإمارات تلعب دور مهم في تقريب الأزمة إلى منطقة الساحل والصحراء، وهي تصب الزيت على النار اللي رانا نتوقعوها من أمريكا وروسيا في المنطقة. الآن وأنا نتكلم معكم فيه مدربين روس ومدربين من فاغنر بالخصوص موجودين في النيجر ومالي، يدربوا في القوات العسكرية في مالي والنيجر بعد خروج القوات الفرنسية والأمريكية. وهذا استدراج أمريكي فرنسي لقوات روسية، استدراج. هما اللي مهدوا لهم الطريق، جيبوا الرواسة وحطوهم في الفخة، شغل فخة تاع صيد الزاوش والترش، جيبوهم يحوطوا لهم منا ويعطيه كما تقول الشاعر ورده شارلومونت. إذن هذا الوضع خطير وخطير جدا في المنطقة. الآن بالنسبة لليبيا كاين نقطة مهمة لازم احنا ما تكلمناش عليها، لكن الآن مضطر أني نتكلم عليها. رئيس ليبيا الحالي اللي هو المنفي، أحمد المنفي، هذا اللي كان طالب جامعي وكان من نشطاء الطلبة في باريس، لأنه هو صغير من مواليد 76 نظن 76، نعم، يعني في عمره شحال، في 42 سنة. لما كان طالب في باريس قبل سنوات، قبل ثورة ليبيا، ويحمل الجنسية الأمريكية، عنده جنسية ليبية وجنسية أمريكية، وكان طالب في فرنسا. تم لأنه كرئيس اتحاد الطلبة الليبيين في باريس في فرنسا، تم توظيفه، ريكريتاوه لسيرفيس فرنسي تاعهم. فيما بعد تم تعيينه سفير في اليونان، ومن بعد رجع لليبيا، ترشح في ليبيا، وأصبح رئيس المجلس أو ما يسمى بمجلس ليبيا، يعني المجلس الرئاسي اللي فيه أعضاء معاه، لكن هو الرئيس. هذا أحمد المنفي أمريكي، تكوين فرنسي، زوجته مغربية مروكية، زوجته مغربية، لديها استثمارات بالملايير في الدار البيضاء، لأن الدار البيضاء كازابلانكا الآن أصبحت هي مرتع تبييض الأموال بالنسبة للحكام العرب. أي واحد عنده أموال ملايير وما يلقاش وين يستثمرها ويخاف، يروح للدار البيضاء كازابلانكا يشري فنادق، مراكز سياحية، شقق، فيلا، البنوك يحط الدراهم. أصبحت سويسرا العرب هي الدار البيضاء وليست دبي. الناس ولو يخافوا من دبي أصبحوا يروحوا لكازابلانكا الدار البيضاء. زوجة أحمد المنفي هذا رئيس ليبي مغربية، لديها استثمارات بالملايير في كازابلانكا، يعني البيض نتاعها كله راهو في السلة المروكية، وهو متربي في فرنسا، مخابرات فرنسية،
جنسيته أمريكي، وبالتالي الآن راهو في صراع مع حفتر، صراع شكلي من فوق. لكن قبل الانتخابات الأمريكية، الدوا من عندي، قبل الانتخابات الأمريكية 5 نوفمبر القادم راح يهجم حفتر على طرابلس. حفتر يحضر في جيش بمساعدة إماراتية، لأن مصر تخلت عن الملف الليبي وتخلت عن قضية طرابلس، لأنه الإمارات والسعودية كانوا مكلفين، طبعا بالتنسيق مع فرنسا وأمريكا، كانوا مكلفين مصر السيسي بملف ليبيا. عندهم مديرية في وزارة الخارجية المصرية يسموها مديرية ليبيا، عندهم ديبارتمون كامل في مصر مسمينه هذه مديرية ليبيا، في خبراء وسفراء وكذا وأجهزة مخابرات متكلفين بالملف الليبي. أي حاجة على ليبيا ينسقوا مع حفتر في مصر في القاهرة. الآن الملف مديرية ليبيا تاع مصر ادوها لأبو ظبي. مصر الآن كلفوها، أمريكا وإسرائيل وفرنسا والسعودية والإمارات كلفوها بغزة، قالوا لها الآن اختك من ليبيا اعطيها للإمارات تكفلوا بغزة، لأنه المشكل تاع غزة راح يطول فيه، قضية إعمار وقضية كذا وقضية يعني ملف قد بالحملوي طويل. إذا الآن مصر متكفلة بغزة، الإمارات هي اللي متكفلة ببنغازي وحفتر. حفتر يعقد لقاءات دورية مع مستشارين إماراتيين تحذيرا للهجوم على طرابلس. كي نقولوا الهجوم على طرابلس ايش معناتها؟ معناتها السيطرة على المنطقة الغربية من ليبيا. لماذا؟ حتى يسهل على جماعة حفتر والإمارات والجماعة تنفيذ مخططهم في المنطقة الحدود مع الجزائر. يصبح للأسف الشديد، أنا كنت نقول لكم باللي رانا في كماشة. هذا الأمر هذا إذا كان مبرمجين له أنه يحدث خلال 10 سنوات القادمة أو 5 سنوات، التسرع نتاعنا في الجزائر والتهور نتاعنا بصراحة خلاهم يقولوا لا اختينا ما نديروش 5 شهور، نديروا 5 سنين، نديروا 5 شهور. يعني البرنامج اللي كانوا مخطين أنهم ينفذوه في 5 سنوات تغير القرار، قال لا ننفذوه في 5 شهور، لأنهم الجزائر سهلون المهمة.